السلام عليكم. كم مرة بعت لعدد كبير من العملاء سواء من خلال لينكد ان او حتى الايميل او حتى الواتساب وما ردش عليك؟ حاجة زي كده بتتعرض لها؟ طبعا، وبشكل شبه يومي تقريبا. لكن لو انت فاهم الكلام اللي هقوله لك النهارده، الموضوع ده هيقل معاك بشكل كبير جدا، وهتحسن بيه الريبلاي ريت الخاص بالايميل او لينكد ان او حتى الواتساب ايا كان الشانل اللي انت شغال عليها. ممتاز، ركز معايا عشان اللي جاي ده مهم جدا. اول حاجه عايزك تعرفها ان انت لازم عشان العميل يثق فيك لازم يبدا يحس ان انت فعلا عايز تقدم له فاليو. لازم يحس ان انت عندك حاجه زياده هتقدر تقدمها له. لازم يثق فيك الاول عشان يقدر يشتري منك. طب هتقول لي يا اسامه، طب دلوقتي انا لسه في البدايه، لسه بعرض عليه منتجي، لسه بتواصل معاه عشان ابدا ان انا اقول له هقدر افيدك، هقدر اقدم لك، يعني مجرد كلام. ازاي اثق فيا في البدايه؟ بكل بساطه في حاجه انا بتبعها مهمه جدا، هي الفري ليد ماجنت. ان انا بدي العميل فاليو مجانيه في البدايه يستفيد بيها عشان يثق فيا ويثق في الخدمه اللي انا بقدمها. طيب شكلها ايه الفري ليد ماجنت دي بالظبط، او المغناطيس المجاني اللي بجذب بيه العميل ده بالظبط؟ بكل بساطه بيكون جزء من الخدمه اللي انا بقدمها، بيكون عباره عن جزء من الخدمه اللي انا بقدمها لا يمثل مثلا 5% من اجمالي الخدمه اللي بتتقدم. ببدا اقدمها للعميل بشكل مجاني تماما بحيث يستفيد بيها في شغله، ولما يعوز اكتر يبدا يتواصل معايا. طيب خليني اديكم مثال. كان في شركه كنت شغال فيها في التصميم الهندسي. التصميم الهندسي اللي هو التصميم المعماري والتصميم الداخلي. التصميم المعماري ده يا جماعه اللي هو انت شكل المبنى، التصميم الخاص بيه داخليا وخارجيا، ده معماري وداخلي. ومثلا انت عايز تصمم جسر، عايز تصمم برج، عايز تصمم كومباوند، اللي هي التصاميم اللي احنا بنشوفها قبل عمليه البناء اساسا. ده اسمه تصميم معماري سواء داخلي او خارجي. واضح كده؟ واضح. التصميم المعماري كان ليه مراحل عشان يتم. في البدايه خالص، في بدايه المشروع اصلا المطور بيبدا يعمل حاجه اسمها فيزابيلتي ستادي او دراسه جدوى. بعد كده يعمل حاجه اسمها كونسبت بلان. وبعد كده في مراحل تانية، بس مراحل بقى تقيله شويه، مراحل بقى فيها شغل كتير. فانا كان اول مرحله هي مراحل دراسه الجدوى في بدايه المشروع اساسا، كنت ببدا اقدمها لمجموعه عملاء مجانا، لان انا عارف مشروع فيه مثلا في 6 مراحل. اول مرحله دراسه الجدوى، فكنت بقدمها للعملاء بشكل مجاني عشان ابدا اجذبهم ليا، وابدا ان انا افتح ابواب لشغلي معاهم. فكنت اعمل ابدا اعرض على العميل، ابعت له الاوفر بتاعي، احنا ابدا ادخل له عادي الهيكل بتاع الايميل او الرساله بتاعت اللينكدين او حتى الواتساب، الهيكل القوي اللي احنا بنشتغل عليه. وانا هقول لك الموضوع ده ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ازاي نعمل رساله قويه. ببعت له الايميل او ببعت له رساله، وابدا في الاخر اقول له لو انت مهتم ممكن اساعدك ان انت تعمل دراسه الجدوى لمشروعك الجاي مجانا تماما. او لو هو عميل صغير شويه بقول له لو انت حابب ارسل لك دراسه جدوى كسامبل لشغلنا مع احد عملائنا، ممكن اكتب بس ان انت مهتم. فانا هنا لعبت على حاجتين. الثانيه هي الفري ليد ماجنت، او اسف، او الاولى ان انا هعمل له دراسه جدوى مجانا، دي هي الفري ليد ماجنت. لكن الثانيه انا بلعب على السوشيال بروف او الاثبات اللي يثبت ان انا حد قوي، فبوريه دراسه جدوى عملناها لغيره او مشروع عملناه لحد تاني. اللي انا عايز اقوله لك هنا ان انت هنا بتقدم فاليو حقيقيه قبل ما تعرض منتجك او تعرض الخدمه الخاصه بيك. وهنا انت بتخلي العميل هو اللي يقول لك طب احكي لي عنك، سمعني اكتر عن خدمتكم وانتوا بتقدموا ايه بالظبط. فهنا الليد ماجنت حاجه بتخلي العميل يجرب خدمتك، يجرب شغلك. لكن عندي بعض الشروط لازم اوفيها عشان اعمل ليد ماجنت قويه. من رايي شايف ان اهم شرط ان الليد ماجنت تكون بتضيف قيمه حقيقيه للعميل بتاعك من غير ما يجرب منتجك الاساسي، او بمعنى صح، مش هقول والله تعالى خد معايا فري كونسلتيشن او خد معايا فري ديمو. ما كل الناس بتعمل كده. انا خدت فري ديمو دلوقتي، ايه اللي حصل؟ خدت فكره عن منتجك مش اكتر. لا، انا عايزك تضيف لي، تديني حاجه مجانيه استفيد بيها وتطلع لي نتائج، واقول لك انا عايز اكتر عشان اجيب نتائج اكتر، او عايز اكمل عشان اكمل المشروع اللي انا بداته معاك، وهكذا. واضح؟ زي مثلا احنا في الشركات خاصه بالليد جنريشن، زي ابول مثلا تلاقيه بيعمل لك يديك فري ليد ماجنت، زي يقول لك والله ده انت معاك 100 كريدت في الشهر مجانا، عوزت اكتر ابدا اشترك. فهنا بيديك قيمه فعليه بتقدر ان انت تستفيد بيها
فتحس تحتاج اكتر، تلاقي نفسك عايز تشترك بشكل اكبر، فتبدا تدفع الاشتراك الشهري وهكذا. فالليد ماجنت تبقى عباره عن جزء من الخدمه، مش عايز اقول نسبه، بس مثلا لا يتخطى 5% من التوتال باكج بتاعتك، عشان في الاخر يلاقي فعلا احتياج ليك، ما يكونش خد الخدمه كلها ومش محتاجك. فاهمين الفكره؟ فده الشرط الاول، ان هو يكون فعلا جزء من خدمتك، ما يكونش حاجه تانية خالص. الحاجه اللي بعد كده ان هي تكون فعلا قيمه، فعلا قادر يدوق بيها يعني خدمتك، قادر يدوق بيها الفاليو اللي بتعود عليه منك. واضح؟ يبقى لازم جزء من الخدمه، ولازم يقدر يدوق بيها مستوى خدمتك عشان يقول لك يلا يلا نشتغل مع بعض. الشرط الثالث والاخير بالنسبه لي، ان انا لازم ابعت لاكبر عدد ممكن من الناس، عشان مش كل اللي ياخد فري ليد ماجنت هيشترك معاك. يعني احنا مثلا لما يجي مثلا ايميل كامبين بعتنا ل 1000 واحد، في الاخر بيجي لنا الريبلاي ريت كام؟ 30%، 40% تقريبا، او ده على الاقل الخاص بيا 30% ل 40%. البوزيتيف ريت بتاعي تقريبا حوالي 20% بفضل الله. طب ال 20% ده على فكره مش ثابت حسب الكامبينز، يعني في كامبينز عندي بتوع خالص بتبوظ خالص، يعني في كامبينز عندي وسط، في كامبينز عندي عاليه. فبقول لك مثال، فعندي مثلا 20% بوزيتيف ريبلايز اللي هي من ال 1000 يعني تقريبا كام؟ حوالي 200 عميل. لما انا ابعت فري ماجنت ل 200 عميل، اتوقع في الاخر ان هشتري مني او هشتري منتجي مثلا 10 بس، او 20 بس، او 50، او حسب حجم العميل وحسب حجم الاندستري، وفي عوامل تانية كتير. فدايما اكون حاطط في دماغي ان انا لو بعت لناس فري ماجنت مش كلهم هيشتركوا معايا، ده طبيعي، ولازم ابعت لعدد كافي عشان في الاخر يطلع عندي في الفانل او في القمع الخاص بيا حد يشتري. ممكن ابعت ل 10 بس، طب كم واحد هيرد؟ طب كم واحد هيكون انترست اصلا؟ طب كم واحد هياخد فري ليد ماجنت؟ بشكل يعني، فهنا موضوع العدد ده مهم جدا برضو. من اكتر الناس اللي انا بستفيد منهم في الموضوع ده بصراحه، او اتعلمت منهم الموضوع بشكل قوي، هو ايهاب درويش. بامانه اتعلمت منه الموضوع ده بشكل قوي جدا، حته ان انا العب على الليد ماجنت بشكل قوي، وان انا اقدر اجيب بيها ريبلايز بشكل كبير وبوزيتيف ريبلايز، وان انا اقدر اخش مع اكبر عدد من العملاء في بروسيس اللي هي الديل نفسه. مش هقول لك ان احنا نعمل كلوزنج، لكن طبعا ادام وصلت لاكبر عدد من بوزيتيف ريبلايز فده اكيد بيأثر على الكلوز ريت بتاع العملاء. حبيت افيدكم بالموضوع ده، مش عايز اقول لكم بشكل سريع بس انا طولت شويه، بس موضوع مهم جدا جدا. الفري ليد ماجنت حاجه لازم تلعب عليها، لازم تعرف ايه الفري ليد ماجنت خاصه بيك انت عشان تقدر تعرضها بشكل صح على عملائك، وده مش هيجي غير بفهمك القوي لمنتجك ولعميلك. شكرا ليكم، اتمنى تسمعونا رايكم في الكومنتات وتقول لي ايه الليد ماجنت اللي انت تستخدمها في شغلك انت ومين عميلك. حابب اسمع رايكم في الاخر، عايز اعرف تستخدم ايه الليد ماجنت عندك والتارجت مين بالظبط وانت بتقدم مين. شكرا ليكم واسف للاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.